يا شباب يا شباب الأنبار اسمعوني زين. صبر اسمعونا يا شباب، لو تعطونا فرصة الكلام تهمكم القضية. صبر خلينا نتكلم اعطونا صبر اسمعونا. احنا سبق وين قلنا انتم تسمعونا وهي هوشه، اعطونا صبر خلينا نفهمكم باللي راح يصير. اسمعوني شباب اسمعوني، اسمعوا الكلام اللي يفيدكم وخذوه، اللي ما يفيدكم ذبوا ورا ظهوركم. اسمعوا قبل اسمع يا ضل 100 سنه نسمع. يلا قلت لك اللي يفيدك اخذه، ما قلت لك اخذه كله، اللي يفيدك اخذه. اول شيء احنا طلبنا بذيك الجمعه من علمائنا ان تكون توجه الى الرمادي لتنظيفها من المفسدين. اسمعوا يا اخي بس بلا ملف، اسمعوا راح اقوله، قلت لكم اللي يفيدكم. اسمعوا، طلبنا من العلماء ان تكون الجمعه اللي المفروض هذه التوجه الى الرمادي نخلص من المفسدين. المفسدين ما جاي يقفون عند حدهم ولا راح يقفون عند حدهم، ولا راح يكون هذا اول او اخر فعل يفعلونه هم. احنا راح نسوي الاتي حتى تكونوا بالصوره. هسه ننزل من المنصه نطلع عليهم. لا اسمعوني بس اسمعوا راح نطلع احنا. اسمع يا رجال اسمع راح يا رجال خلينا نسولف رحمة محمد بس اعطونا صبر. اسمعوا جاي راح نطلع احنا وفد، راح نطلع عليهم ان هدوا الرجال هدوه، ان ما هدوه يا اخي اقول لك هي ساقطه شو الخلاف؟ هي انتهى الموضوع، بس ابوها صبر يا اخوان يا شباب. اسمعوا راح يصير الاتي، هو لا اول ولا اخر اعتقال من مجموعه 306 اسم على كل القيادات في المظاهرات من الشيوخ ورجال دين. احنا بنريد الاتي، اولا هو يعرف كل الزين، بوقتها من حذرنا قائد الشرطه وحذرنا الاجهزه الامنيه لا تنصاعون لاوامر بغداد حتى ما نقع في مشكله، قاموا ينفذون قانون روس الوطنيين. هذا الرجل حصه الانبار اصبح، واحنا نريدها والله من الله، احنا نريدها من رب العالمين ان يكون زلة. ولكن راح اسال سؤال واحد، انتم اريد جواب من عندكم بالله عليكم. هسه لو اتجهت هاي الجموع كلها الى مدينه الرمادي، من يضمن ضبط الامر بالداخل؟ لا اسالكم بالله خلينا نكون منطقيين، اعطونا فرصه هسه ننزل منها راح نروح لهم احنا. طلعوا الرجال طلعوه، اسمعوا ان ما طلعوه اسمعوا يا اخوان كلها تتجه الى الرمادي ونعرف شلون نطلع رجالنا. بس اكو عتب عليكم انتم يا عشائر الانبار. احنا سبق وان قلنا لكم قضيه جب تفهمونها. بالليل كل العشائر مسلحه وتحضر نفسها، اي قوه الطب المفروض تنضرب ما يطلع منهم ولا واحد. العتب عليكم انتم، العتب مو على اللي اجى. اما لا الشرطه لا اسمح لي لا الشرطه ما ينضربون. لا اسمع يا مسلم، الشرطه ما ينضربون. لا من الشرطي؟ اسمعوا لا شرطه ولا غير الشرطه، ولكن قلنا اي قوات عسكريه تجي ببغداد احنا نتصدى لها. وكان الفضيحه اللي صارت. اسمعوا المالكي لو تسمعون كلامه هذا الارعنش قال كلمه قبل كم يوم، قال كلمه مخزيه، قال الحرب الطائفيه على الابواب. هي الابواب اصلا احنا فاتحينها، مو قضيه خوف من احد. بس افهموا وين يجرنا هذا العفن هو واذناب ايران. يريدون الانبار تقتتل بيناتها. انتبهتوا على الصحوه الجديده اللي سواها، جاب لك كم خزي ملعون من ارذال الانبار مع احترامي مزبله الانبار وخلاهم الان بنصكم. يريد يخلقون فتنه. احنا اذا بدك صار المشابك الحار المن نذبح الجندي ابنك الشرطي وابن عمنا، بالله عليكم بيها من تكامش. ولكن احنا نريد نتسقط القيادات الموجوده الان، الكلاب الموجوده اللي وقتها قلت لهم يزعلون يقولون علي الحاتم يقول علينا جراوه المالكي. والله انتم العن من جراوه المالكي. ولكن هدوء، راح نطلع احنا ورجال الدين ونشوف العشاير. هذا الرجل اصبح حصتنا، بس لا تخلوها تنعاد نوبه الاخرى. وكلام اخير قبل ما انزل يا شباب نسمعوني زين. اسمعوا، الليل حصتنا والنهار حصتهم. بالليل المفروض كلها تحشد مثل ما مسوين احنا، كلها مسلحه تحافظ عن شرفها وعن كرامتها وعن عرضها. وبالنهار يجي ما حد يمنعه، بس بالكم واياكم بالليل كلها تحشد.
اي واحد يطب، اسمعوني، غمض مثل سوالف الحراميه، همرات غير همرات ما يرجع. بلغوا المركز اذا اريد تطلع قوه، يجي المختار او الشيخ او المركز الشرطه، لا تنطون فرصه ان ياخذون الزلم ويوميا جمهر المظاهرات والصياح، هذا الامر اصبح ما يطاق. اسمعوا، اسمع اقول لك سالفه. اسمعوا، الشرطه الان هي تتحامى بكم على كيف، لا تاخذون الامر بالعصبيه. هم يحمونها. هم الشرطه، اسمع ابني، الشرطه ولدنا هم يتحامون بينا بعد الله. لا اسمع، لا نفتح قضيه يريدها المالكي والاسدي، مشكله في الانبار ما راح نقدر نسدها. انطونا الفرصه نحل لكم اياها باللي احنا نعرفه. وانا والله دحين والله دا جاملهم ترى العمامل على المنصه، اقسم بالله واروح على ابوي ادورها اول ما تطق من ايدي اني، بس ولكن العقل مو شيخ، العقل زينه، هذا العقل اللي فقدناه ما ظل بينا عقل. فطولنا صبر، خلينا نعالج كل الامر ونجي بدون عصبيه، نعرف شلون نجيب لكم الرجال وخلوها تلفظ على الخير. هسه شيخ حسين من شيوخ جبور، محد منظمي اعتصامات ساحة الأحرار بالموصل. أيضا باسمكم باسم ساحة الأحرار نطالب حكومة الموصل بإطلاق سراحة. والا ستكون هناك يعني احنا كلنا تثايرين اسمعوني، العشيره ما تحامي نفسها، حضروا وانطروا بالليل، اما بالنهار ما لنا شغل.